السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. بما إن أسعار الموبايلات دلوقتي بقت غالية وبقت في تزايد مستمر، فأنت بتجيب الموبايل عايزه يعيش معاك فترة طويلة، ولما بتجيب موبايل لابنك أو لحد كبير في السن ويتعرض للوقوع بحكم الاستخدام بتكون مشكلة كبيرة. النهاردة هنتكلم عن موبايل ريلمي سي 53. الموبايل اللي اختبارات القوة والمتانة بتاعته أثبتت إن هو بيقدر يتحمل صدمات بشكل كبير، وكمان مقاوم للمية بشكل كبير جدا، مع مقاومة للغبار والاتربه والصدمات. فهنا الموبايل يقدر يشتغل في جو صعب، فده برضو يعتبر ميزه في هذه الفئه اللي بتكون مع الشباب اكتر. وبرضو خد بالك مع الاستخدام الطبيعي للموبايل مش هتقدم تنازلات كتير، هتلاقي الموبايل جاي بتصميم كويس ومناسب. يعني ممكن يكون الشاشه IPS LCD ولكن عندك 90 هرتز، عندك برضو 6 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره. الموبايل من حيث التصميم شكله كويس قوي، وشكله في الظهر كده تحسه ايفون، يعني ايفون 17 ونص. نقول العيب اللي ممكن يكون موجود في الموبايل ان الشاشه مثلا هنا النوتش القديم. اتمنى بقى ان خلاص النوتش القديم ده يتلغي ونبدا ندور في الشكل الجديد، او يعني خلاص الشكل ده خد وقته وخلص. ولكن هنا تصميم الموبايل بوكسي زي موبايلات الفئه اللي قد سعره مرتين، فهنا التصميم ما بقاش بيفرق بين موبايل الهاي ميد رينج وموبايل الفئه الاقتصاديه، يعني بقوا الاثنين متقاربين شويه الا بعض الحاجات. طبعا الشاشه ادائها هيكون كويس، ما فيهوش مشكله خالص. وعايز اقول لك انك هتاخد تجربه تصفح واستخدام عادي بشكل كويس قوي. المعالج هنا هو يونسكون تايجر T612، معالج من معالجات الفئه الاقتصاديه اللي يقدر يديك الاداء العادي، يقدر يخليك تلعب شويه جيمز بشكل كويس، تصفح على الموبايل، تستخدم واتساب واثنين، وتقدر تتعامل عادي جدا. مع ثبات النظام بتاع شركه ريلمي هيخلي تجربه الاستخدام معاك ناعمه وسلسه. بتاخد هنا كاميرا 50 ميجا بكسل، الكاميرا دي بتديك اداء مقبول جدا في اضاءه النهار، ادائها كويس قوي، وفي الاضاءات الليليه مع النايت مود شويه كده الذكاء الاصطناعي بيعالج، ما بتاخدش افضل حاجه ولكن بتاخد صور بجوده كويسه جدا. هتاخد كمان بطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط. هنا البطاريه هتديك اداء للاستخدام اليومي بشكل كويس قوي، وهتتشحن تقريبا في حوالي ساعه 10 دقائق او 15 دقيقه. خليني اقول لك هنا ان انت لو عاوز الموبايل لشغل ده هيكون اختيار مناسب. اللي بيحتاج موبايل لشغل ما بيحتاجوش في الجيمز بشكل قوي، يحتاج شاشه كبيره يشوف عليها خرائط، موبايل يتحمل لو وقع، لو هو بيتحرك كتير بالموبايل. فالموبايل هنا موجه للناس اللي عاوزه موبايل ديورابيلتي عاليه ويعيش لفتره كبيره. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.